عليه وسلم. وما زلنا عند غزوة الأحزاب الخندق، وقلنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يكفيه هذه الأحزاب، فكان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع التخاذل بين فئات الأحزاب، بين قريش وغطفان ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، فردهم الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من هذا الخبر أن التخاذل وقع بين هؤلاء وأنهم سيرجعون عن المسلمين، فبعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لينظر له هل الخبر صحيح وأن هذه الأحزاب ردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بينهم الانشقاق والتخاذل. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ولقد أخذتنا ريحا شديدة وقر، يعني برد شديد، قر هو البرد، وقد أخذتنا ريحا شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. أحد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي أحد الصحابة أن يأتيه بخبر القوم الأحزاب الأعداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني بخبرهم وهو معي يوم القيامة. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيني بخبر القوم، يعني معنى ذلك أنه سيذهب وسيرجع سالما، ثم هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني ضمن الجنة. والصحابة رضي الله عنهم ما كان من عادتهم أن يتخاذلون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شدة الجوع مع شدة البرد مع شدة الخوف في يوم الأحزاب جعلت ألا يقوم واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يأتيني بخبر القوم وهو معي جعله الله معي يوم القيامة. قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد المرة الثانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. وفي رواية عند الإمام أحمد: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف والجوع والبرد. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتينا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا، خلاص طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه باسمه لا يستطيع أن يتقاعس أو أن يتخاذل. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تؤلبهم، لا تجعلهم يشعرون بك فيأتون خلفك، ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم. هم كانوا يشعرون ببرد شديد وقر. فلما ذهب حذيفة ليأتي بخبر القوم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت أمشي في حمام، يعني في جو جميل لا يشعر فيه ببرد، جو لطيف. قال: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يسخن ظهره بالنار.
فوضعت سهما. أبو سفيان قائد قريش، يعني قائد هذه الأحزاب. قال فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، يعني زهره مهيأ لأن يرميه حذيفة، فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. يقول حذيفة ولو رميته أي لو رمى قائد قريش أبا سفيان لأصابه. قال في رواية الإمام أحمد قال حذيفة فذهبت فدخلت في القوم، يعني دخل في وسط الأحزاب في وسط المشركين ومن معهم. قال فدخلت في القوم فإذا الريح وجنود الله تفعل ما تفعل. الريح التي أرسلها الله على أعداء النبي صلى الله عليه وسلم تفعل بهم ما تفعل. يقول حذيفة لا تقر لهم قدرا، قدر الذي فيه الطعام الذي يطهون فيه الطعام لا يثبت على النار، لا ينكفئ. لا تقر لهم قدرا ولا نارا، يعني لا تثبت لهم نارا تنطفئ نارهم التي يطهون عليها، ولا تقر لهم بناء، يعني كلما أقاموا خيمة هدمت عليه. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرئ جليسه، يعني كل واحد يشوف مين اللي جنبه، يخشى أن يكون بينهم من هو مثل حذيفة يأتي بخبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة لما قال أبو سفيان لينظر امرئ جليسه، قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جانبي، يعني أخذ بيده. وهنا يتألق حذيفة ذكاء رضي الله عنه، هو في موقف حرب وهنا قد ينكشف حاله أنه من أفراد المسلمين وهو بين جيش المشركين يأتي بأخبارهم. قال فأخذت بيد الرجل الذي إلى جانبي فقلت من أنت، يعني يبادر حذيفة بأن يسأله حتى لا يسأله الرجل. فقلت من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. فهنا سكت الرجل، ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، يعني لا ينبغي أن تقيموا عند هذا الخندق وعند في هذه الغزوة، إنكم نمشي ننصرف، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك القراع الخيل، وأخلفتنا بني قريظة، لأنهم بلغهم أن بني قريظة خلاص لن تكون معهم في غزوهم، وأخلفتنا بني قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، فلقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تبقي لنا قدرا ولا تقيم لنا نارا ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام على جمله فجلس عليه ثم ضربه فوسب 3 وهو معقول فما فك عقاله إلا وهو قائم، يعني عقل الجمل في فمه وفي رأسه، فما فك عقال الجمل إلا وهو قائم على الجمل، ولرغبته في الرجوع، يرغب في الرجوع بسرعة. قال حذيفة فلولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدث شيئا لقتلته بسهم، قتل أبو سفيان وهو على جمله. فلما انصرفت قريش رجعت إلى مكة، سمعت غطفان، قبائل الأخرى التي أتت معهم من غطفان، سمعت غطفان بالذي صنعت فانشمروا أيضا راجعين، يعني رجعت قريش، فلما سمعت غطفان أن قريشا رجعت رجعوا أيضا إلى بلادهم. قال حذيفة فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. ما زال حذيفة طالما أنه مكلف بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لا يشعر ببرد، يمشي في مثل الحمام.
فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبر القوم وفرغت، يعني لما فرغ من الكلام قال قررت، يعني شعر بالبرد مرة ثانية، لما انقضت مهمته أتاه البرد مرة ثانية. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. قال فلم أزل نائما حتى أصبحت، يعني غط في النوم بعباءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت فبعث الله عز وجل الريح على المشركين وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيين بن بدر ومن معه من قبائل غطفان بنجد، ورجعت بنو قريظة الذين أخلفوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى الأحزاب ثم تخاذلوا. رجعت بني قريظة فتحصنوا في صياصيهم. الآن اليهود ذهبوا إلى صياصيهم وإلى معاقلهم لأنهم عرفوا الذي صنعوا من خيانة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد أقرهم ربنا سبحانه وتعالى وأعانهم بجلاء الأحزاب، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انجلت الأحزاب هنا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه، حين أجلى الله عز وجل الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآن تغزونهم نغزوهم ولا يغزوننا، يعني الآن نحن الذين نسير إليهم ونحن الذين نغزوهم في أماكنهم، وما يجرؤ أحد من المشركين ومن الأحزاب أن يأتي إلى المدينة. قال وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بعدها ما جرؤ المشركون فعلا أن يأتوا لغزو المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزوهم بعدها في ديارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم لقتالهم وليسوا يسيرون إلينا بعد اليوم. وروى البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لا يغزونكم بعدها لا يغزونكم بعدها ولكن لا يغزونكم بعدها أبدا ولكن تغزونهم، فكان كذلك. وكما قلت فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أجلى الله عز وجل الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخندق الذي هو على أطراف المدينة في الشمال، ورجع إلى المدينة إلى وسط المدينة إلى مكانه صلى الله عليه وسلم. ورجع المسلمون معه ووضع السلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره جبريل عليه السلام أن هذا ليس وقت وضع السلاح، ولم يحل بعد أن تضع سلاحك. هذا خبر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مهمة ينبغي أن يقوم بها الآن بعد رجوعه من الأحزاب قبل أن يضع سلاحه.
وهو أن يصمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاقبهم على ما فعلوا. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس وقت وضع السلاح، وهذا ما كنت أرغب أن أحدثكم به في لقاء قادم، ولكن لعل أن يكون هذا آخر لقاء لي معكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم من هو خير مني، فأنا قد أذهب إلى مسجد آخر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير حيثما كان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أبرم لدينك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويقف فيه عند حدودك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر جنودك يا أرحم الراحمين. اللهم اهزم اليهود ومن هاودهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأفسح له في قبره مد بصره، وافرش له من فراش الجنة، وأتيه بريح الجنة. ومن كان منهم حيا فارزقه الصحة والعافية وحسن الخاتمة، وإيانا وجميع المسلمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. جزاك الله خير يا سيدي، جزاك الله خير.